بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ديت خامس محاضرة، والمحاضرة الختامية بإذن الله لسلسلة مقدمة للتمريض. من أهم الحاجات البلاي ليست اللي ممكن تلاقيها على اليوتيوب لحد داخل كلية تمريض أو حد داخل معهد تمريض أو أي حاجة مجال خاص بالكلية أو المعهد. فأنت بتدرس الحاجات ديت عشان تفهم المحتوى التمريضي والكلية عاملة إيه وإزاي تذاكر جوه. حاجات كتير إزاي المذاكرة في الكلية أو المعهد إحنا شرحناها في أول محاضرة، وممكن نبقى نعمل محاضرة زيادة يعني ختامية عن تعليقاتكم وأسئلة لكم. هتكون محاضرة يعني ما فيهاش غير أسئلة بس منكم، فديت إيه بإذن الله هنعملها بعد ما نخلص الكورس ده. والكورس ده ما عادش فيه إلا محاضرة أخيرة عن الكارديو فاسكولار سيستم، الجهاز القلبي والأوعية الدموية. فدي محاضرة مهمة جدا ومن أصعب المحاضرات اللي هتقابلكم في التمريض. فاحنا حابين إن احنا نشرحها إن شاء الله بكرة أو على حسب احنا نتفق على يوم إيه، عشان دي محاضرة دسمة جدا تشرح فسيولوجية القلب وإزاي القلب بيضخ الدم وحاجات كتير جوه القلب هندرسها بإذن الله. فديت محاضرة من أهم المحاضرات، وأتمنى إن كله يحضرها أونلاين أحسن من اليوتيوب، لأن اليوتيوب طبعا ما بيكونش تعرف تسأل فيه. نادرا لما هعرف أرد عليك على اليوتيوب، إنما هنا أي سؤال عندك أي استفسار حتى لو بره المحاضرة بتسأله بجاوب عليك عادي، وبتكون الدنيا إيه أفضل يعني. إحنا خدنا المحاضرات اللي فاتت سريعا كده Introduction to Nursing، مقدمة عن التمريض، حاجات سطحية جدا عن التمريض وحاجات يعني هتعرفوها في محاضرات جاية، مين هو مؤسس التمريض والتخصصات التمريضية وحاجات تانية مهمة كتير. تاني محاضرة خدنا الأعضاء بتاعت الجسم باللغة الإنجليزية، وديت محاضرة بتجمع بين مادة أناتومي اللي هي التشريح ومادة فسيولوجي فسيولوجية الجسم كده. فديت محاضرة دسمة جدا ومفيدة. تالت محاضرة ملخص لمادة أناتومي مادة التشريح، لكن هو ملخص سريع، وفي محاضرات أنا لخصتها تلخيص كويس، وفي محاضرات زي الكارديو فاسكولار سيستم اضطريت إن أنا اللي هي القلب والأوعية الدموية اضطريت إن أنا أعمل لها المحاضرة لوحدها عشان هي إيه ما تنفعش تتشرح مع المادة مع الملخص ده. ورابع محاضرة كانت أهم محاضرة، تتكلم عن مصطلحات طبية المشهورة واللي هتقابلكم كتير في الدراسة بالعربي والإنجليزي. وأنا عملت كده مش عشان أعرفك إن أنت لازم تترجم للعربي، لأ، عشان بس تعرفها في الأول بالعربي والإنجليزي عشان لسه ما اختلطتش بالمنهج. لكن بعد كده أتمنى إن أنتوا تتخذوا سبيل الفهم، يعني أنت ما تحاولش تترجم الكلمة، أنت حاول تفهمها من السياق. والله في كلام كتير بيتفهم من السياق عادي من غير ترجمة ومن غير إن أنت تترجمها حرفي من جوجل. أنت ما فهمتش الكلمة ترجمها كده هوت هي وحاول تكمل النص. ما فهمتش خالص ترجمة كلها. لكن أنا ما أحبش إن أنت تتعود على الأسلوب ده، لأن في ناس أعرفهم في تالتة ورايحين رابعة ولسه بيعملوا الموضوع ده، وده موضوع فاشل جدا لأن ترجمة جوجل ما بتفهمكش. هي بتترجم لك الكلام العربي الإنجليزي، والله ده اسمه مش عارف كارديو فاسكولار سيستم جهاز القلب والأوعية الدموية، هي ترجمها لك بالعربي. لكن أنت هل أنت فهمت؟ والله ولا فهمت ولا أي حاجة. فهي الفكرة إن أنت تحاول تترجم من نفسك وتفهم. فديت إيه نصيحة يعني، وديت أحسن حاجة تتعامل بيها في إنك داخل على النظام الجديد ده. تحاول تنسق الكلام مع بعض وما تحاولش تترجم نص. ده بالنسبة للخطة اللي فاتت. خامس محاضرة بقى أدفانسد، قلت لكم إن هي متقدمة شوية عن اللي فات، هي مش صعبة نهائي، لكن هي محاضرة دسمة وإن شاء الله آه، تكون سهلة عليكم. بسم الله. أول حاجة طبعا هي اسم المحاضرة Introduction to Fundamental of Nursing، هتاخدوا مادة اسمها السيادة التمريض أولى. آه، ديت مقدمة عنها عشان تكونوا عارفين الدنيا جوه عاملة ازاي. أول حاجة General Nursing Terms. General يعني عام. Nursing
تمريض ترمس يعني عبارة عن مصطلحات طبية مشهورة، أو خلينا نقول مفاهيم. ماشي. أول حاجة assessment. يقول لك assessment the process of evaluating a patient condition. assessment يعني evaluate يعني تقييم، أو فحص البيشنت. تعمل assessment، تبص على عينيه، تبص على جسمه. حاجات برضو انتوا هتاخدوها، مش شرط ان احنا نتطرق لها دلوقتي، لكن احنا بناخد حاجات سطحية جدا عشان تكونوا عارفين البداية منين، وفقط مصطلحات طبية. لأن المحاضرات أنا لو ما عنديش مشكلة، لو أنتوا مثلا قابلكم محاضرات صعبة حابين إن احنا نشرحها على القناة، ماشي، مفيش أي مشكلة. لكن احنا مش كل حاجة هنتطرق لها ونتكلم فيها باستفاضة، لأن ده جزء، الكورس ده مخصص لحاجة معينة بيتحقق هدف معين، فما ينفعش إن احنا نخلط كل حاجة مع بعض. تاني حاجة diagnosis يعني تشخيص. يقول لك إيه identifying a patient health issues based on assessment. الdiagnosis بيحصل بعد ما نعمل assessment. identify البيشنت هيلث ايشو يعني مشاكل عند البيشنت بعد ما البيشنت يعني مريض، بعد ما نعمل فحص assessment. تمام. تالت حاجة كير بلان. a detailed plan for patient care detailed for individual needs. يعني يقول لك الكير بلان بتوصف أو بت detailed يعني بتشرح أو بتوصف. خلي بالكم إن في كلام مش هتترجم نصي، يعني أنت برضو على حسب السياق الكلمة بتتغير شكلها. عشان كده أنا قلت لكم في الأول إيه، ما أنصحش بالترجمة النصية. بيقول لك detailed plan for patient care tailored to individual needs. بيقول لك يعني ايه tailored البيشنت نيدز، يعني هي بتكون على حسب البيشنت عايز ايه. البيشنت عنده مشكلة، عنده هايبرتنشن، عنده ضغط مثلا، عنده مشكلة في القلب، على حسب. فبتكون الخطة التمريضية مختلفة على حسب الاحتياجات بتاعت المريض. رابع حاجة intervention. بيقول لك intervention ديت ايه action taken to improve a patient health status. يعني انترفينشن تدخلات تمريضية، زي مثلا واحد عايز يركب كانولا، واحد عايز ياخد حقنة. ف بيقول لك حاجة بتتعمل عشان تطور صحة ال- العيان. evaluating assess the effectiveness of care provided. على طول في الآخر بقى، في النهاية، بعد ما أنت عملت الكير، الرعاية، بعد ما عملتها خلاص، أنت بتعمل evaluate بقى، بتقيم يا معلم أنت عملت الحاجة دي صح، عملتها إيه، عشان تعرف عملت حاجة ناقصة كده. فديت بتكون ايه، بتفيدك ان انت تعرف هل انت صح، هل انت غلط، هل انت بتطور من نفسك، ولا انت في مشكلة حصلت للبيشنت بتصلحها وكده، وتقيم الحالة عموما عاملة ازاي. تمام كده بالنسبة للجنرال نيرسينج تيبس. تاني حاجة بيشنت كير ديت بقى. يقول لك الرعاية اللي بنقدمها للبيشنت، حاجات يعني برضو من الشائعة اللي بتحصل. أول حاجة الفيتال ساينس. الفيتال ساينس يعني العلامات الحيوية. يقول لك measures of body function. يعني الوظائف، الفانكشن، وظيفة الجسم عاملة ازاي. بيقول لك example heart rate blood pressure. heart rate ضربات القلب، ماشي. blood pressure ضغط الدم. وفي body temperature. تمام. في respiration. دول أربع حاجات، دول بيحطوا تحت مسمى الفيتال ساينس، العلامات الحيوية. دي حاجات جايبها في آخر سلايد، لازم تكونوا عارفين الأرقام دي، ضروري ضروري جدا، مهمة لأي حد، مش شرط أي حد في تمريض بس. عندك تاني حاجة medication administration. يعني administration إدارة، لكن هي مع الميديكيشن هتبقى زي وصف كده. the process of giving a medication to patient. هو بيقول لك عملية إنك بتدي الميديكيشن، الدواء، للعيان. توصف له مثلا كام جرام، هل هياخدها مرتين في اليوم، 3 مرات في اليوم، مرة في اليوم، على حسب الدواء بيتاخد كام مرة. ده طبعا تبع الدكتور هو اللي بيوصف الحاجات دي، لكن انت بتطبق وراه على طول. هو بيديك الميديكال اوردر، حاجه برضه هتعرفوها قدام. بتاخد منه الميديكال اوردر وتطبقه على طول، فهو بقى بيكتب الحاجات ديت، والنسب ديت مش خاصه بالتمريض يعني.
تالت حاجة wound care. treatment and management of wounds. واحد مثلا حصل له جرح، wound يعني جرح، بتعمل له كير بقى، بتشوف الجرح ده عميق، والله فيه مشكلة، مثلا بينزف كتير، تحاول إنك تعالج المشكلة بأسرع الطرق وأأمنها، ويكون فيه أهم حاجة sterilization يعني تعقيم، عشان ما تنشرش البكتيريا ليك، وله ما يبقاش العيان واحد والمريض يبقى عيان كمان، يبقى احنا كده خسرنا اتنين. لأ، لازم تعقم نفسك قبل ما تشتغل الشغلانة ديت، عشان ديت إيه، من الحاجات العشوائية اللي بتحصل في مصر، إن في ناس بتشتغل من غير تعقيم، وده يضرك في الآخر. يعني أنت أي نعم هتعالج الإنسان ده، لكن أنت في الآخر هتتضر، يبقى كده إيه الفايدة؟ مفيش أي فايدة خالص. فأنت لازم تطبق التعقيم، وتاخدوا مادة اسمها infection control، مكافحة عدوى، تتكلم عن الموضوع ده أساسي يعني. فالمفروض أي حد متخرج من كلية أو معهد يكون فاهم الموضوع ده. رابع حاجة infection control، أهي جات لحد عندنا، يقول لك practices to prevent the spread of infection. يقول لك الحاجات اللي بتعملها عشان تمنع انتشار العدوى، لأن العدوى زي ما قلنا بتسبب حاجات كتير. هتاخدوا عدوى ممكن تأثر على وظائف الجسم أصلا، في زي مثلا فيروس كورونا ده، مشكلة بتيجي من عدوى. انت مثلا لمست سطح عربية، لمست سطح أي حاجة ما انتش واخد بالك منها، وفيها فيروس، هيتنقل ليك ومع السلامة يا باشا، بسبب انك ما التزمتش بالتعقيم ومكافحة عدوى. بالذات بقى انت متخيل لما انت بس في الشارع، امال بقى لما انت بتتعامل مع عيان مثلا عنده كوفيد، ولا عنده فيروس، ولا عنده اي حاجة، فانت لازم تكون معقم نفسك ومأمن نفسك. اخر حاجه patient education، teaching البيشنت about their health and treatment. بيقول لازم تقول للبيشنت، تعرفه، تقول له على يعني حاجه حلوه انك تعرفه، وتقول له والله المرض اللي عندك ده لازم تعمل له كذا، لازم مثلا واحد بيشرب سجاير تقول له بطل سجاير، سجاير هتدمر الحال اكتر. والعلاج بتاعه تقول له لازم تاخد العلاج بتاعك ده تستمر عليه بعد ما تطلع من المستشفى. بيبقى في حاجة اسمها فولو أب، خدناها في المحاضرات اللي فاتت، عشان كده كنت نفسي إنكم اللي حاضر معايا النهاردة يكونوا ذاكروا المحاضرات اللي فاتت، لكن مش مشكلة يعني. ماشي. فاحنا لازم تقول للبيشنت أنت عندك الدواء الفلاني تاخده في الساعة الفلانية، عشان الفولو أب اللي لسه قايلين عليه ده بيكون بعد ما يطلع من المستشفى، بتديله حاجة كده لازم يمشي عليها. طبعا مش موجودة في مصر، لأن مصر مش مقياس لأي حاجة، وعندنا عشوائية رهيبة، لكن انا بقول لكم يعني ديت حاجه المفروض تكون موجوده، وموجوده في وزاره الصحه العالميه، يعني حاجه المفروض تكون موجوده. الفولو اب ده مهم جدا، مهم، اهم من العلاج يعني. من اهم العلاج ان هو الفولو اب ده. واحد مثلا بيشرب سجاير، جه المستشفى اتعالج، وبعدها شرب سجاير كانت تاني، استفدت انا ايه بقى؟ ولا اي حاجه. فلازم يكون في فولو اب ومتابعه بعد ما يكون الراجل اتعافى وخلاص. لازم بقى فتره النقاهه دي، فتره النقاهه تعيشها ازاي وكده. تمام كده بالنسبة للبيشنت كير، رعاية التمريض، المريض. ميديكال ترمينولوجي، مصطلحات طبية. أول حاجة باثولوجي، the study of diseases and their effect on the body. هتاخدوا مادة اسمها باثولوجي، بيقول لك إيه، بتدرس المرض وتأثيره على الجسم. بس الباثولوجي بقى بتدرس هو إزاي بيحصل في الأنسجة ذات نفسها، مش بس من بره، والله ده عنده كذا، الأنسولين بيعمل كذا في الجسم، مش عارف إيه. لا، انت بتدرس حرفيا المرض من جوه الجسم ذاته، من بين الخلايا، من بين الأنسجة. تاني حاجة فارماكولوجي، the study of drugs and their effect. هتاخدوا برضو مادة اسمها فارما، أدوية. تعرفوا ازاي ان الدواء ده لما بيخش بيقفل ميكانيزم معين، بيقفل قناة معينة عشان يشتغل، عشان يؤدي وظيفته، عشان مثلا حد بيعلي الضغط، حد عنده قصد الضغط العالي، ضغط عالي، فعايزين دواء يقلل الضغط، فلازم يقفل الحاجة اللي بتعلي الضغط ده عشان هو يعرف يأدي وظيفته. زي مثلا الأدوية المناعية، ما ينفعش إنك تشتغل والمناعة برضو شغالة معاك، لازم أنت بقى تظبط المناعة. عشان كده بنقول ما ناخدش أدوية كتير، لأن الدواء بينزل يظبط المناعة عشان يعرف يشتغل هو، لأن المناعة طبعا تدمره، جسم غريب وداخل الجسم، فهو الدواء بيقفل أي ميكانيزم في الجسم عشان يعرف يأدي وظيفته.
على حسب المكان اللي رايح له طبعا، يعني مش دواء هيوقف كل الوظائف بتاعة الجسم يعني، وهو مش هو بيقفل الوظيفة. عشان تبقوا واخدين بالكم يعني، هو بيقفل مكان معين، رسالة مثلا عصبية بتروح لمكان معين بيقفلها بس. تالت حاجة anatomy the study of structure of body. structure يعني خلينا نقول الجسم كده، المجسم بتاع البادي، تقسيم كده العظم والعضلات. دي مادة التشريح اللي هي anatomy. رابع حاجة في السيرجي study of how the body function. الدم بيمشي جوه الجسم ازاي، وظائف حاجة هيماتولوجي study of blood and its disorder. عندك مشاكل في الدم، في مشاكل. تدرس الدم ده أصلا بيحتوي على إيه وبيروح منين لفين. وهيماتولوجي زي الناس اللي شغالة في التحاليل، فاهمة الموضوع ده كويس. فديت يعني مادة إيه برضه، بس هيماتولوجي تقريبا مش تخصصنا يعني. عندك في السلايد ديت يقول لك نيرسينج بروسيس، يقول لك بروسيجر. بروسيجرز يعني الحاجات اللي بنعملها، النيرس بيعملها مع المريض. أول حاجة aseptic technique أهي، يقول لك methods to prevent contamination during procedure. يقول لك ميثود عشان تمنع الكونتامينيشن يعني التلوث، ماشي. during procedure طبعا ما ينفعش تبقى انت شغال في عملية ويبقى في حاجة مش معقمة، وتبقى كونتامينيتد ملوثة، تعمل مصيبة كارثة. وهتاخدوا حاجة اسمها فاب وكاب وماب، يعني كوميونيتي اسوسايتد نمونيا، حاجات كده بتعمل مشاكل من الانفكشن بتعمل اللي هي العدوى بتعمل بلاوي زرق. فدي لازم يكون في تعقيم. ولو انت شايف التيم اللي معاك شغال من غير تعقيم، لازم انت تاخد الخطوة وتحاول انت تعقم نفسك. هم هيتعبوا، هم هيمرضوا المريض، انت حاول تنصحهم. ما نمشيوش معاك انت يا باشا، امشي سليم، عشان دي حاجات هنتحاسب عليها في الاول وفي الاخر. انت مش بتتعامل مع عربية بتسمكرها وهتمشي، لان بتتعامل مع انسان. فديت حاجة يعني ايه، صعبة جدا يعني. تاني حاجة كاسترايزيشن، ماشي. يقول لك inserting a catheter into the body for virus purpose. طبعا الحاجة ديت لسه مش عارفينها، اللي انت مش انت ما تعرفهاش يعني. كاستر بيبقى في قسطرة بولية، في قسطرة وريدية، في قسطرة رئوية، حاجات زي ديت كتير. فين بنشر يعني عبارة عن إن أنت بتخرج، زي عايزين نقولها بالمصطلح العام، بتخرج من الوريد كأنك الحقنة يعني. بيقول لك ده فين بنشر يعني إيه. آه يعني the process of assessing a vein access الفين for blood draw or IVS، عشان تسحب دم. درو يعني ايه، سحب. فانت لازم انك تخش تاكسس على الفين، تخش جوه الفين اللي هو الوريد وتاخد دم. فده ايه فين بيتش. resuscitation emergency procedure to restore breathing and circulation. resuscitation يعني الانعاش ده، لما فيها تاخدوا حاجه برضو اسمها كود بلو. كود بلو ده اول ما بيشتغل بتلاقي كل اللي في المستشفى، وهتلاقوها على النت على فكره مشهوره، كل اللي في المستشفى بيجروا على الحالة ديت يعني. resuscitation يعني خلاص ايه، الراجل بيموت مثلا، مفيش تنفس، مفيش نبض قلب. فده على طول حالة طارئة يعني. ربنا ما يوريكم يعني، تبقى المستشفى مقلوبة وبتاع. ولو مثلا مستشفى زي المستشفيات اللي بتتعامل مع أهلنا في غزة وكده، فديت من أخطر الحاجات يعني اللي ممكن تتعرض لها. بيبقى في ضغط كبير والناس بتموت. يعني ربنا يعين الناس على حالها. ماشي. intubation يعني اقول لك insertion a tube into the airway to assist the breathing. في هتاخدوا تيوب بتتركب في الرئتين، في القصد في التراكية اللي هي كنا خدناها في المحاضرة بتاعت أسامي الأعضاء، القصبة الهوائية. بالناس مثلا اللي عندها اختناق وكده، واللي مش عارفة تتنفس وعندها مرض،
مثلا بيخرم لها في القصبة الهوائية على طول وبيدخلها. ماشي، فدي الحاجات برضه انت هتاخدوها. equipment and tools، ايه بقى الادوات والحاجات اللي بنستخدمها والحاجات المشهورة اللي بنشوفها في حياتنا العامة، ممكن الناس يكون عندها منها عادي في البيت، زي جهاز ضغط الدم والحاجات دي. اول حاجة ستيثوسكوب اللي هو السماعة. a device used to listen to heart and lung sound. يقول لك ديفايس بيستخدمه عشان تشوف الهارت and lung sound. يعني لما تيجي مثلا تقيس ضربات القلب فتسمع القلب شغال كويس، اللنج تشوف برضو الدنيا عاملة ايه. فده اللي هي السماعة. سفيغمومتر، a tool for measuring blood pressure. السفيغمومتر ده اللي هو جهاز بتاع بتقيس بيه الضغط. في طبعا الكتروني وفي العادي الزئبقي. طبعا الزئبقي احلى، اهم حاجه تكون موجوده في البيت جهاز قياس الضغط. يعني في ناس ممكن ضغطها يعلى ومش شرط عندهم ضغط، فدي من اهم الاجهزه اللي المفروض تكون موجوده في بيت كل واحد، بعيدا عن ان هو في تمريض مش في تمريض. في حاجات كده المفروض تكون موجوده في العموم يعني. تالت حاجه ثيرمومتر. الثيرمومتر ده ديفايس فور ميجرنج البلاد تمبريتشر، بتميجر البلاد تمبريتشر، درجه حراره الجسم. بالس اوكسيمتر. بالس اوكسيمتر ده طبعا مش موجود في الصورة هنا، لكن هو او تقريبا لا مش موجود. ده بيكون جهاز بيتحط كده على الثumb اللي هو صابع السبابة. تمام. زي مشبك كده بيتحط عشان يقيس الاس بي او 2، اللي هو آه، التركيز الاكسجين في الدم. طبعا ده حاجة يعني هتاخدوها، بس هي ادفانسد عليكم دلوقتي. a device that measure oxygen saturation in the blood. يقول لك شوف تركيز الايه الاكسجين في تشبع، يعني saturation يعتبر التشبع بتاع الاكسجين في الدم. وطبعا هتعرفوا بعدين ان الدم ما بيمشيش لوحده كده، لازم يكون فيه اكسجين، فبيروح للقلب ومن القلب يروح للرئتين. والموضوع ده هندرسه استفاضة في محاضرة القلب، فلازم تحضروها، محاضرة مهمة جدا. تمام. ف استنى، ممكن في حد تقريبا برضه عايز يخش. تمام، كمل. قلنا البلس اوكسيمتر a device that measure الاكسجين saturation in the blood. فآخر حاجة اي في بامب. اي في بامب ده ادفانسد عليكم دلوقتي جدا. ماشين ذات ديليفر الفلويد اند ميديكيشن انترافينوس. ده جهاز عبارة انك بتحط فيه الحقنة بس هو بيشوف شغل. انت موصله بكانولا، هو بيشوف شغل بقى، يودي الميديكيشن علاج، يودي الفلويدز براحته بقى. انت بتظبطه على ميعاد معين، انا عايز البيشنت ده يوصل له. بالذات الناس اللي بتاخد على طول على طول سوائل سوائل سوائل، انت مش كل شويه تشكشك الراجل، انت بتحطه في بتاع الجهاز ده. وهتاخدوه برضو، انت هتاخدوا الحاجات دي باستفاضه. هتاخدوا الديفايس ده وهتعرفوا بيشتغل ازاي وايه النسب اللي فيه وكده. عندك بقى سبيشاليست، التخصصات يعني. كنا خدناها في المحاضرة اللي فاتت تقريبا، لكن هنا في حاجات زيادة عليها. بيدياتريكس، نيرسينج فوكسد اون children، بيدرس بس الأطفال. جيرياتريكس يقول لك نيرسينج فوكسد اون elderly patient، دي المسنين. اونكولوجي نيرسينج specialized in care in cancer care، in care of cancer، يعني بتعالج الكانسر، بيدرس الكانسر بيمشي ازاي في الجسم وكده. كارديولوجي nursing focused on heart related condition، يعني الأسباب اللي related to، يعني عملت الحاجة، يعني related مثلا الهارت أتاك أو الهارت ديزيز related to حاجة معينة حصلت في الجسم. مثلا حصل له جلطة ولا حصل له كده. related to
الكونديشن اللي حصلت عملت المشاكل في القلب يعني. ف emergency nursing care provided in emergency situation. فبيقول لك يعني الكير اللي بيحصل في الامرجنسي سيتويشن ده ممرض الطوارئ، وديت أصعب قسم في المستشفى، بيتعرض لحالات ما بين الحياة والموت وحالات خلصانة. فمن أصعب الأقسام يعني. عندنا هنا patient interaction، التدخلات بقى اللي بتعملها مع التمريض، مع المريض، التمريض بيعملها مع المريض يعني. حاجات من أهم الحاجات نفسيا قبل إن هي تكون بروسيجرز اللي قلناها اللي فاتت. قلنا البروسيجر اللي في المعظم بنعملها مع البيشنت، لكن هنا ده بيتكلم عن فيسيولوجي قبل السيكولوجي، قبل الفسيولوجي. الفسيولوجي يعني العادي اللي هو الجسم وكده، انما دي سيكولوجي النفسية. أول حاجة امباثي، بيقول لك understanding and sharing the feeling of patient. لازم يكون في تعاطف، تفهم وتقعد مع البيشنت كده، تقول له انت ايه اخبارك، عامل ايه، صحتك عامله ايه، الدنيا ماشيه ازاي، ايه اللي انت عايزني اعمله لك. تتكلم معاه كده وتكون عندك communication skills، عشان الوضع زي ما قلت لكم النفسي اهم من الجسدي بكتير. من ممكن المريض عندك يفضل عنده الضغط طول ما هو جاي، عشان هو اصلا عنده حالة نفسية. فانت تتكلم معاه، تشوف هو ايه المشكلة وتحلها له بقى، هو المفروض تحلها له، او حتى تتكلم معاه من جانب التعاطف يعني، وان انت ايه بتساعده. عندك تاني حاجة advocacy، يقول لك supporting and promote the interest of patient. بتشوف البيشنت عايزه، اهتماماته، انت عاجبك ايه، انت مثلا عندك مشكلة من الضوء، انت السرير مثلا بتاعك عالي عايزنا اوطيهولك. هل مثلا بيضايقك ان انا بخش عليك في الميعاد الفلاني؟ لازم تشوف راحة البيشنت فين وتعملها. ماشي. تالت حاجة communication skills اللي قلنا عليها فوق. essential skills for effective patient interaction. من أهم الحاجات إنك عشان تتعامل مع البيشنت أصلا، مع المريض، إن يكون عندك communication skills، إنك تكون بتعرف تتعامل مع الناس. فما ينفعش يبقى عندك رهاب اجتماعي وداخل الراجل خايف ومرعوب أكتر منه، ما ينفعش. لازم أنت تكون داخل وتقول له والله ازيك، عامل إيه، إحنا النهاردة هنعمل حاجة فلانية، أتمنى إنك تكون متعاون معانا بتاع، عشان تحسس الراجل إن هو إيه، في أمان وكده. مش من أول ما تشك بالإبرة يقعد يصرخ ولا كده، بالذات الأطفال يعني. رابع حاجة culture competence، يعني بيقول لك understand and respect the diverse background. بيقول لك يعني culture competence يعني لازم يكون عندك ثقافة متنوعة. يعني يقول لك تفهم وتحترم الباك جراوند. لازم يكون عندك باك جراوند يعني خلفية عن الموضوع ده كتير. لازم يكون عندك اتعاملت مع حالات كتير قبل ما تشتغل رسمي. الامتياز هو اللي بيعلق على الحاجات دي، ولو نزلت التدريب في المستشفى هتتعلم الحاجات دي. بيقول لك لازم يكون عندك باك جراوند، خلفية عن الوضع، عن التعامل. مش ينفع انك تخش كده تدي الواحد حقنة وانت ما بتعرفش اي حاجة، لا، لازم يكون عندك نولج، فاهم الدنيا ماشية ازاي. اخر حاجة confidently protect the patient privacy and personal information. ما ينفعش طبعا هتاخد حاجة اسمها privacy. أول حاجة لازم تقفل الستاير على البيشنت، تقفل النور. تشوف ما ينفعش إنك تشير المعلومات بتاعته. ما ينفعش يبقى حد مثلا طبعا أنت لما هتبقوا في كلية أو معهد هتنزلوا مستشفى. المعهد تقريبا، المعهد ما بينزلش مستشفى، الكلية بينزلوا مستشفى. فبتتدرب، بتروح تشوف الملف بتاع المريض. فدي من الحاجات اللي المستشفيات الخاصة بتمنعها. يعني في بعض الطلاب لازم تصور التحاليل عشان بتكتبها في الملف وكده. لما بتنزل المستشفى عموما يعني بتاخد ملف كده وتملاه للمريض بتاعك، وتشوف العلاج بتاعه والمرض بتاعه بيحصل ازاي وتدرسه، وتملى الملف عشان بتاخد عليه درجات. دي حاجات يعني لذيذة جدا. الملف ده بتبقى تسلية وقت كده. تمام. ففي بقى طلاب زينا كده، ده بيبقى زي متطفلين كده، لازم نروح ناخد الملف ونصوره وبتاع. ففي بعض الناس بترفض وبعض الناس لا.
لكن هو في الاول وفي الاخر ما ينفعش انك تقول لحد حاجات المريض يعني وكده. لكن لو مثلا الضغط بتاعه بالذات لو حد مريض مثلا ضغط ولا عنده مشكلة، عنده سكر مثلا، مش هروح اقيسه له كل 15 دقيقة يعني واتعب نفسي اشوفها في التمريض اسهله قبل كده وخلاص. فاهم. أحسن حاجة معانا دوكيومنتيشن يعني تقييم في الآخر، توثيق الحاجة اللي أنا عملتها. إيه الوسائل بقى اللي إحنا بنعمل بيها؟ أول حاجة شيرنج ريكورد البيشنت انفورميشن أند كير بروفايدر. قيم، توثق وتقيم المعلومات. البيشنت اسمه كذا، دخل في الميعاد الفلاني، عنده مرض كذا، أنا عملت له خدمات كذا. ماشي. والكير بروفايدر اللي هو إيه، أنا عملت له خدمة كذا، أنا عملت له مثلا كتب له كان كتبت له بتاع. عشان انت بتبقى في ورديه، فاللي بيجي بعدك هياخد البيشنت يشتغل عليه، لازم يبقى عارف انت عملت له ايه، الميديكيشن اللي هو بياخده كده يعني. تاني حاجه الكتريك هيلث ريكورد ديت. بيقول لك اهو ديجيتال فيرجن اوف بيشنت ميديكال هيستوري. فوق الشيرنج ده عادي بالورقه والقلم، بيبقى ملف كده وبتكتب فيه، انما الديجيتال ده بيبقى كمبيوتر، بتقعد يا باشا على الكمبيوتر تكتب معلومات البيشنت وكل حاجه زي اللي فوق ده. لكن ده ديجيتال رقمي يعني. SOAP notes a method for documenting patient in corners subjective and assessment and plan. ده برضو زي الالكترونيك. يقول لك subjective اللي هو اللي كنا قلناها برضو في المحاضرة اللي فاتت، السبجكتيف والاوبجكتيفز الانفورميشن اللي بيديها لك البيشنت عموما. في حاجة اسمها subjective ديت هنقولها سريعا يعني. subjective دي اللي هو بيقولها لك، بيقول لك مثلا انا تعبان، انا حاسس ان انا همدان. فانت بقى الاوبجكتيف دي بقى انت بتكتشفها بقى، انت اللي بتكتشف الاوبجكتيف. هو مثلا تعبان، انا مرهق، انت مثلا قست الضغط بتاعه لقيته واطي، فتعرف بقى ان هو ليه كان واطي، عشان الضغط بتاعه قليل كده يعني. او مثلا يقول لك انا حاسس ان انا رجلي منمله، فانت تبص تلاقي مثلا متعور ولا بتاع ولا مش حاسس بيها، فانت ايه، تبقى كده عرفت انت الاوبجكتيف انت اللي بتجيبها، السبجكتيف هو بيقولها لك. ولو مريض طبعا اي سي يو عناية مثلا مش هيعرف يقول لك حاجه، فانت بقى بتكتب اي حاجه في السبجكتيف وتمشي حالك، او تستنى لما يفوق وبعدين تساله بقى عن اللي كان حصل لك وايه اللي دخلك في النوبه ديت. ال- ال- المرض وصل معاك من امتى، بدأت فيه، خدت علاج قبل كده كده. لازم الحاجات دي تاخدها عشان تعرف انت هتمشي معاها على ايه بعد كده. assessment وبلان اللي خدناها في الاول وعرف. incident report يقول لك documentation of any unusual event affect the patient care. incidents يعني يعني حادثة على طول، ريبورت تبعت على طول ان مثلا بسرعة هارت اتاك زي ما قلنا فوق، ريسيتيشن مثلا. فعلى طول اي ايفنت حصل للبيشنت في وقت معين بتسجله، عشان ممكن يحصل بعد كده لا قدر الله، فالناس تبقى ايه، التيم اللي معاك متناسقين يعني على الموضوع ده. كير coordination يعني organize the patient care activity among multiple providers. بيقول لك يعني organize patient care activities يعني بتنظم كده الدنيا، البيشنت الحاجات اللي بتتعمل للمريض ده among multiple providers، يعني مع البروفايدرز بتوعك اللي هم اصحابك يعني النيرسينج اللي شغالين معاك، دول الكير بروفايدرز يعني. بتظبطوا الدنيا، بتشوفوا البيشنت مثلا هيتعمل له حاجة معينة، فأنت مش بتشتغل على البيشنت لوحدك يعني، كذا حاجة، حد مثلا نظموا الدنيا عنده، مثلا حصل ريسيتيشن، حتى الريسيتيشن بس اللي هي خلاص الراجل بيموت، كود بلو كل المستشفى بتجري على العيان ده، دي حالة خاصة يعني. آخر حاجة معانا الفيتال ساينس. الفيتال ساينس أنا جبتها وعاملها باللون الأحمر لأن ديت من أهم الحاجات اللي لازم كل واحد يكون عارفها، الصغير قبل الكبير، حتى لو مش تمريض لازم حاجات سهلة جدا. وأنا جايب النورمال افريج بتاعها بس اللي هو الإيه، العادي، عشان تبقى عارفين اللي هو النورمال الطبيعي يعني. أول حاجة الهارت ريت من 60 ل 100 بيت بير مينت، يعني ضربات القلب. أنت أصلا ممكن
تقيس ضربات القلب ديت من ايدك. افرد ايدك كده، هتلاقي عندك هنا وردين، ماشي. حط ايدك عليه، هتسمع كده نبض، صح؟ ممكن تجربها دلوقتي. حط كده صابع الابهام على ايدك، اقلب ايدك كده من ناحية اليمين، تلاقي كده. حط صابعك بالظبط الابهام، تلاقي في حاجة كده بتنبض كده. هي دي ممكن تقيس بيها في الدقيقة، ماشي، بير مينت. عن ايه؟ كم واحدة تشوفها من 60 ل 100 كده انت مظبوط. اقل من كده كده في مشكلة بقى طبعا. يعني انت مثلا لو شباب تبقى اكيد 80 او 70. اقل من كده. بلاد بريشر راوند من 120 ل 80. فطبعا بيقول لك اهو notes there is difference between systolic and diastolic. ال 120 على 80 ده، ال 120 ده systolic، 80 ده diastolic. هنشرح بقى الحتة دي. السيستوليك اللي هو الانقباضي، الدايستوليك الانبساطي. هقول لكم على حاجة عشان لو انتوا عايزين تعرفوا تقيسوا الضغط ازاي. جهاز الضغط عموما انت بتجيب السماعة بتحطها، بتجيب كده بيبقى فيه بتاع كده بتلف على المريض عند البريكيال ارتري، تمام. بتحطه كده وتلفه. فانت بقى بتستخدم السماعة عشان تسمع النبض بيختفي امتى وبيرجع امتى. تفضل تتكة تتكة بالنفاخة ديت لحد ما النبض خلاص راح كده. ايه الانقباضي السيستوليك على في الاغلب بيبقى اكبر، الدايستوليك بيبقى قليل. بتقوم بقى نايم البتاع تاني، بيفضل تهوي 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 لحد ما تسمع يرجع لك نبض تاني في السماعة. ده إيه؟ الدايستوليك، تمام. respiratory ريت من 12 ل 60 بريسز بير مينت، ماشي. تمبريتشر سيبك من فahrenheit ديت، اللي اف ديت يعني فahrenheit. احفظها بالسيليزيوس من 36 ل 37. هي في المجمل يعني 36 أو 37. في عايزين تعرفوا كمان اليونيسف، هي 37. خليكم ثابتين على الرقم ده. أكسجين ساتوريشن اللي هي لسه شفناها ورا، اللي كانت بتقاس بإيه؟ حد يعرف يقول لي؟ لا عارف يفتح المايك ويقول لي. ها يا خالد؟ طب جمعة؟ أقول لي أنا طيب. طيب هو كان بيتقاس اللي هو السبيروميتر، ماشي. آه، فانت بتشوف منه الايه، الاكسجين ساتوريشن. يعني نرجع لها تاني، مش مشكلة. السبيروميتر قلنا ان هو ايه؟ اللي بيقيس البريسس التنفس، تمام. بس احنا ما جبناش في المحاضرة دي. فالسبيروميتر بيقيس التنفس، انما اللي بيقيس الاكسجين ساتوريشن اللي هو البلس اوزون، تمام. ثانك يو. كده المحاضرة ديت خلصت. حد عنده أي أسئلة أو حد مش فاهم حاجة يفتح الريكورد المايك ويكلمني.